مارفل بقالهم فترة بيمهدوا لرجوع واندا تاني لعالم مارفل السينمائي بعد ما بينوها انها ماتت في دكتور سترينج اند مالتيفيرس اوف مادنس. طبعا اتكلم عن نظريات كتير وتلميحات لشكل رجوعها وازاي تاني هترجع وايه القصة اللي هيعملوها معاها الفترة الجاية. الشهر اللي فات ده كله كنا بنسمع اخبار كتيرة جدا من مارفل واعلانات عن مسلسلات جديدة. من الحاجات اللي تم الاعلان عنها كانت مسلسل لفيجن، وايت فيجن اللي كان موجود في اخر مسلسل واندا فيجن اللي ما كانش فاكر اي حاجة، وبعد كده فيجن بتاع واندا استرجع له ذكرياته تاني، لكن ما كانش عنده نفس المشاعر، ما كانش عنده نفس وجهة النظر. فبالتالي ده هيتعمل له مسلسل اسمه فيجن كويست او بحث فيجن. فبالتالي طبعا واضح ان هنا وايت فيجن ده هيحاول يلاقي حياته، هيحاول يلاقي سبب وجوده في الحياة، وطبعا اكيد هيكون في تلميحات لواندا والحاجات دي كلها. بعد كده طبعا عملوا كاستنج او بينوا الممثل اللي هيعمل شخصية وندر مان اللي هو في مسلسل وندر مان اللي كانوا بيحضروه بقالهم فترة. والممثل ده هو ممثل اسمه يحيى وهيعمل الدور بتاع وندر مان. ووندر مان ده كان ليه برضو في الكوميكس ترابط كتير قوي مع واندا. الاتنين حبوا بعض الفترة في الكوميكس وكان ليهم علاقة قوية جدا ببعض، فاعتقد هنا كمان ان ده تلميح لظهور جديد لواندا. وغير طبعا اخر حاجه مسلسل اجاثا جوفن اوف كيوس اللي المفروض ان الشريره اللي كانت في مسلسل وان ديفيجن هيتعمل لها مسلسل. على مدار الاسبوع اللي فات كان بيتعمل كاستنجز كتيره للشخصيات اللي موجوده في المسلسل ده. الكاستنجز اللي كانوا عاملينها كاستنج مثلا للشريره الاساسيه في المسلسل، كاستنج لشخصيات جانبيه في المسلسل، ومن الكاستنجز هو الممثل الشاب ده اللي هو لو ركزنا في تشابه جدا كتير قوي من ابن واندا في الكوميكس اللي هو ويكند. فممكن يكون بيعمل دوره، هما ما قالوش ايه الدور اللي هو بيعمله بس ممكن يكون بيعمل دوره. فكل المشاريع دي ليها علاقة بواندا، ليها ربط بواندا، فأعتقد هنا إن هما بيمهدوا لرجوعها بشكل كبير. لكن تعالوا بقى نتكلم عن النظريات والحاجات اللي هتحصل اللي ممكن ترجع واندا بشكل كويس والقصة اللي هتتعملها الفترة الجاية. بس قبل ما تنسوا متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي نظرياتكم عن الموضوع ده، ويلا نبتدي. تعالوا نبتدي باول مشروع معانا وهو مسلسل فيجن. طبعا احنا عارفين ان فيجن زي ما قلت لكم ناسي ذكرياته كلها وبعد كده رجعها له فيجن العادي بتاعنا. فطبعا هو عارف كل الذكريات اللي هو مر بيها لكن مش حاسسها، مش حاسس بنفس المشاعر اللي كان بيحس بيها في فيجن العادي بتاعنا. فهنا ممكن في رحلة البحث عن معاني الحاجات دي كلها، رحلة البحث عن حياته، يبقى عايز يعرف مين واندا اللي هو كان بيحبها في ذكرياته دي، مين هي البنت دي وليه حبها زمان. فبالتالي يرجع لواندا ويدور عليها بطريقة ما، يستخدم التكنولوجيا بتاعته ويدور عليها. لكن انا حابب برضو ان انا المح ليه حاجة تانية خالص، ان كان في ستوري لاين في الكوميكس في واندا بتفقد الذاكرة خالص بتفقد ذاكرة انها عندها القوة بتاعتها. ده ملوش علاقة بقصة فيجن، لكن ممكن ان هم يستخدموا القصة دي في الام سي، وممكن ان هم يعملوها بعد ما الجبل وقع عليها فقدت ذاكرتها وفقدت انها عندها القوة دي. لان احنا عارفين ان كيفن فاجي اكد ان واندا ما ماتتش من انهيار الجبل ده، وكان في واندا حمرا كده بتدلل على ان واندا فعلا حمت نفسها او القوة بتاعتها حمتها. فممكن بعد الانفجار الاحمر ده مثلا واندا فقدت ذاكرتها او القوه بتاعتها خلتها تنسى كل اللي حصل ده، عشان دي حاجات كانت بتضايقها، لان احنا عارفين ان قوتها بتبقى عايزه تحميها بقى نفسيا، تحميها جسديا. فممكن الكيوس ماجيك بتاعها او سحر الفوضى يخليها تنسى الاحداث اللي ضايقتها، فبالتالي تنسى انها كمان عندها القوه دي. وندر مان برضو كان حبيب ليها في الكوميكس، فممكن هنا ان هي تقابله تاني، ممكن انها تبتدي تحبه بعد ما خلاص تتأكد ان هي مش هتقدر تاني ترجع لفيجن واولادها، فبتقرر انها تعيش حياتها تاني. او ممكن تكون برضو هيمشوا بطريق القصة بتاعت فقدان الذاكرة ويعملوا نفس الحاجة. هل مؤكد انها تظهر في مسلسل وندر مان؟ لا، مش مؤكد خالص، وممكن ما تظهرش في المسلسل ده. ممكن تظهر مع وندر مان في اي مشروع تاني، لكن شخصية وندر مان ليها ترابط كتير كبير كبير قوي مع شخصية واندا في الكوميكس، فاكيد ظهوره هيمهد لحاجة في المستقبل ليها علاقة بالاتنين مع بعض. انا مش شرط اصلا حتى وايت فيجن هو اللي يبقى يرجع لها في الاخر، ممكن تقابل حد جديد تماما اللي هو هنا وندر مان. اخر حاجة وهي اللي مهمة جدا بقى، اجاثا والمسلسل بتاعها. طبعا احنا عارفين ان في نهاية وان فيجن
واندا حطت اجاثا في العالم بتاعها، محبوسة في خيال كده، كأنها محبوسة في سجن من العالم بتاع واندا في ويست فيو. فهي مش فاكرة اي حاجة، مش عارفة انها عندها قوة، الكلام ده كله. فلو هم عايزين يستخدموا شخصية اجاثا عايزة تعمل اي حاجة لازم طبعا تخرج من الحالة دي، فاللي هيخرجها هو واندا طبعا. فممكن واندا تظهر في المسلسل بتاعها، ممكن بعد كده الاتنين يضطروا ان هم يساعدوا بعض، لان كل واحدة محتاجة التانية. واندا عشان تقدر تسيطر على نفسها وعلى قوتها محتاجة تعليم تاني من اجاثا، مش بس ده تعليمها، لان كمان في الكوميكس ده كان دور اجاثا، ان اجاثا كانت بتعلم واندا ازاي تستخدم القوة بتاعتها بشكل صح. برضو محتاجة واندا عشان تتحرر من الموضوع ده. فممكن واندا تظهر تاني في المسلسل ده، ما تكونش فقدت ذاكرتها ولا حاجة، وتروح تطلب مساعدة من اجاثا. طيب هتسألوني الشخصية بتاعت ويكن اللي انا اتكلمت عنها في البداية ايه دورها هنا؟ انا مش قادره احدد بالظبط، لان انا كمان مش متاكد ان الممثل ده فعلا هيلعب شخصيه ويكن ولا لا. لكن ممكن هنا ان هم يكونوا هيستخدموا المالتي فيرس تاني. هتروح لعالم فيه اولادها كبار، هتروح لعالم فيه اولادها مثلا ما عندهمش، مامتهم ماتت، واندا بتاعتهم ماتت، فهم يوتما هتاخدهم عندها اي نوع من الحاجات دي. لكن انا حاسس ان واندا هتظهر في مسلسل اجاثا، حتى لو ظهور بسيط حلقتين او ثلاثة، لكن هي لازم تبقى موجودة عشان تخرج اجاثا من الحالة اللي هي فيها اصلا. هي في حالة واندا هي اللي حطتها فيها، مش هتقدر تخرج غير بمساعدة واندا. بس دي كل النظريات اللي عندي لظهور واندا تاني في عالم مارفل السينمائي. ممكن الحاجات اللي انا اقولها دي متكونش صح، لكن الاكيد ان واندا هترجع في عالم مارفل السينمائي وهي ما ماتتش، وطبعا احنا محتاجينها السيكريت وورز والحاجات دي كلها. فبيتبني ليها ولاولادها والشخصيات اللي كانت محاطه بيها في مسلسل واندا فيجن خطط كبيره جدا الفتره الجايه. انتوا رايكم ايه في الموضوع ده؟ اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناه وتفعلوا الجرس